ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كنا عايزين نتكلم على حاجه مهمه جدا. دايما بنتسالها كمهندسين اوتوميشن بتشتغل في مجال الكي ان اكس، ومش عارف اغلبيه الناس بتعرف ترد عليها ولا لا، بس خلينا نتكلم عليها باسلوب تكنيكال او عملي شويه. بنتسال السؤال دايما بيقول لك: انت ليه بتخليني استخدم كابل الكي ان اكس؟ في بعض الناس بتستخدم كابلات الكات 6 او كات 5 او كات ايا كان الكابل اللي بيستخدمه. بيجي الشخص ده يقول لك: والله انا جبت باور سبلاي وجبت بوش بوتوم وشغلتهم على كابل كات اشتغلوا والدنيا زي الفل. اوكي، كابل الكات 6 هيشتغل، بس تعالى نعمل تجربه كده. تمام، ونعرف ايه الفرق ما بين كابل الكات 6 وما بين الكي ان اكس كيبل او اي كابل كات عموما. وده الفرق ما بين الكابلات عموما كلها، مش الكات 6 بس خلينا ناخد كابل الكات لان ده اغلبيه الكابلات اللي الناس بتستخدمها بدل الكي ان اكس كيبل. بس خلينا نقول ناخد المثال ما بينهم هما الاثنين. هنيجي هنا وهنقول ده المثال عندنا إن ده الكي ان اكس كيبل، وهنا كابل الكات ان كان 5 او 6 ايا كان كابل الكات. طبعا في وحدة قياس عندنا اسمها AWG. AWG ودي قصة طويلة كده محتاجة إن أنت تقعد تسيرش عليها وتعرفها. هي وحدة قياس بتحسب لك الديامتر بتاع الكابل ده الفولتج دروب بتاعه قد إيه، بيمشي فيه فولت قد إيه، قصص طويلة أوي كده تعرف من خلالها الكابل ده بيستخدم لإيه. وحدة القياس دي بتتقاس بأرقام، يعني ال AWG مثلا بتاع الكات 6 أو الكات 5 غالبا من 24 تقريبا لحد 26 على حسب نوع الكابل. بالنسبه للكي ان اكس هي 20 بس. حتى لما تيجي تفتح الوحده القياسات بتاعه الاي دبليو جي هتلاقي كابل ال 20 ده الدايمتر بتاعه 0.8، وده الطبيعي بتاع كابل الكي ان اكس. طيب انا هنيجي نعمل توبولوجي عاديه خالص. في باور سبلاي عندنا، وهنا في بوش بوتون، وهنا باور سبلاي، وهنا في بوش بوتون. ده بدايه توبولوجي ودي اخرها. هنفرض ان المسافه ما بين الباور سبلاي ده البوش بوتون دي 100 متر، وهنا نفس الكلام 100 متر. وهنحط الكبادات دي تقريبا هنحط حوالي 30 كبداية، وهنا نفس الكلام هنحط حوالي 30 كيبات. طب انا يهمني ايه؟ انا يهمني اعرف ان دي بتستهلك قد ايه. دي بتستهلك غالبا مثلا 14 ملي امبير، ودي هكذا. لذلك انا لما باجي بفكر كده 14 ملي امبير، يبقى انا مثلا لو حطيت هنا باور سبلاي 640 ملي امبير، وهنا حطيت باور سبلاي 640 ملي امبير، يعني انا غالبا هنا مثلا دي سي مثلا مش حاسبها بالظبط بس قولوا هتجيب لي مثلا 50 كيبة مثلا، وهنا برضو المفروض تجيب لي 50 كيبة. بس حقيقة بقى لما نيجي في الواقع الطبيعي هنلاقي ال 50 كيبة في كات 6 دي عند ال 30 كيبات الدنيا شغالة وتمام. تيجي عند ال 31 كيبات تلاقي الكيبادية رقم 31 ما بتشتغلش، لكن هنا بيشتغلوا تمام زي الفل. ليه الكلام ده؟ مبدئيا في حاجة مهمة لازم نعرفها، حاجة اسمها الفولتج دروب، الفي دي، وهنا الفولتج دروب. لازم احسب الفولتج دروب عندي، يعني انا هنا الفولت بيطلع لي 30 فولت، وهنا انا مش عارف عندي الكبدايه رقم 30 كام، وهنا الكبدايه رقم 30 كام. تمام، طرح ده من ده هيديني الفولتج دروب، طرح ده من ده هيديني الفولتج دروب، وهكذا. طرح ده من ده هيديني الفولتج دروب بتاعي. فنيجي عملي ونجرب القصه دي، هنلاقي ان الفولتج دروب حصل عند الكبدايه رقم 30 هو 7 فولت، بمعنى ان الكبدايه رقم 30 واصل لها 21 فولت. طبعا احنا عارفين ان التليجرام بتاع الكي ان اكس بيشتغل من عند 21 فولت لحد 30 فولت، مع اعتبار ان كابل الكات 6 ده 24 اي دبليو جي. تمام، فانا عند ال 21 هقل عن ال 21 التليجرام مش هيشتغل، هزيد عن ال 21 تمام الدنيا زي الفل. طب عندي الكي ان اكس، عندي الكي ان اكس هنا الفولتج دروب حصل لي 2.9 فولت. طب لو فرضنا ان احنا
خليناها مش 50 كبدايه، 60 كبدايه عشان اضرب في 2. هضرب ال 2.9 دي في 2 عشان دول 30 كيباد، ف 60 كيباد هضرب في 2 هيبقى 5.8 غالبا فولت. يعني تقريبا اللي هو انت بتتكلم في 14.4 فولت واصل لي عند الكبدايه رقم 60. الكبدايه رقم 60 يعني الكي ان اكس تليجرام هيشتغل مفيش اي مشكله. لذلك انا عند ال 30 كبدايه هحتاج باور سبلاي اكتر من 640 ملي امبير. هحتاج مش كمان 640 ملي امبير، لا، انا الفولت مش هيكفيني، هيبقى اخري 100 متر و30 كيبات. تمام. وهنا نفس الكلام، هنا بس هنا لا، هنا هيبقى انا ممكن اوصل لحد 350 متر بس 60 كيباديه مفيش اي مشكله. هنا لا، عند ال 30 كيباد هتحصل لي بعديها في الكيباديه رقم 31 هيحصل لي مشكله. لذلك ده الفرق ما بين كابل الكات وما بين كابل الكي ان اكس كيبل. وهكذا المقياس على بقيه الكابلات برضو التانيه، نفس الكلام. يبقى كده احنا عرفنا ان ليه انا بستخدم كابل الكي ان اكس وليه ما بستخدموش. ولما حد يجي يقول لي بعد اذنك انا استخدمت الكات ارخص من كي ان اكس كيبل فهستخدم كابل الكات احسن بكتير، اقول له لا يا فندم، انت عندك كده مشكله، التوبولوجي بتاعتك هيحصل فيها مشكله، هيبقى اخرك 30 كيبات بس. تمام. لو انت استخدمت سي قول كات 5، لان كات 5 غالبا هو ال 24 اي دبليو جي. تمام. فهو استخدم كابل الكات 5، هو استرخص جدا في كابل الكات 5. قول له انت والله هتستخدم 30 كيباديه بس، هات الكي ان اكس كيبل عشان تقدر تستخدم ال 60 كيباد بتوعك كلهم بنفس الباور سبلاي. مش هتضطر بقى ان انت تعمل بقى كابلر تاني وتعمل لاين تاني وتعمل قصه تانيه، قصه طويله جدا وبتاع، هتاسس توبولوجي كبيره جدا على فيلا مثلا صغيره، فدي قصه مش لطيفه. لكن لو انت استخدمت كابل الكي ان اكس كيبل هتوصل لحد 350 متر عادي معاك، هتشتغل لحد 64 ديفايس عادي معاك، كل حاجه تمام وكل حاجه منفذه فعلا، او اتقالت في كل كورسات الكي ان اكس بتحصل معاك في كابل الكي ان اكس. لكن كات لا، يعني مش صح، لان الفولتج دروب بتاعه كبير جدا. 7 فولت ده رقم كبير. ولو وصلنا ل 60 كيباد غالبا الكيباديه رقم 60 هيوصل لها فولت حوالي 16 فولت، وده رقم قليل جدا جدا مش هيشتغل عليه التليجرام. حتى لو جبت باور سبلاي 1200 ملي امبير مش هتفرق معاه، الفولتج دروب هو بيتاثر بالقصه دي. لذلك دي المعلومه مهمه جدا لازم كلنا نبقى عارفينها كمهندسين اوتوميشن ومهندسين كي ان اكس. اتمنى ان هي تكون وصلت لكم. ولو عايزين اي اسئله او اي حاجه عن القصه دي ممكن تكتبوا في الكومنتات، هنجاوبكم عليها. واتمنى ان كل حاجه تكون وصلت لكم صح. وشكرا لكم جدا. كان معاكم محمد علي من تيك بوكس. شكرا لكم جدا. مع السلامه.